شهر أوت 2021 عرفت الجزائر اندلاع حرائق كبيرة راح ضحيتها 43 قتيل 183 جريح واحتراق أكثر من 10,000 هكتار من الأراضي. والتحقيقات كشفت وقتها أنه الحرائق كانت بفعل فاعل. آخر الأخبار في علاقة بالحادثة هذه باش ناخذوها من عند زميلنا الصحفي الجزائري حمزة الحناشي اللي حاضر معنا مباشرة. مرحبا بك حمزة معنا في برنامج كافي كريم. صباح الخير زميلتي إيمان، صباح الخير كل مستمعين الإذاعة والشعب التونسي وجمعة طيبة. كل الشكر ليك على تلبية دعوتنا حمزة. وأكيد في البداية لو كان تعطينا أكثر تفاصيل وتذكرنا بتفاصيل الحادثة اللي صارت في 2021. كما هو معلوم أنه خلال شهر أوت سنة 2021 وبالضبط في منطقة تيزي وزو وبجاية ومختلف مناطق الشرق الجزائري اندلعت حرائق كبيرة في وقت واحد وفي يوم واحد. هذا الحرائق يعني اللي خلفت أكثر من 50 شهيد نحتسبهم شهداء عند الله، وخلفت يعني موجة غضب كبيرة عند الشعب الجزائري. السلطات الجزائرية وقتها باشرت تحقيقات وأكدت في أولى بياناتها، وكنا احنا أذعناها عبر الديوان أفام في مداخلة أنه العملية فعل وهو ما توصلت إليه يعني التحقيقات بعد مدة معينة، خاصة أنه الحرائق هذيك شهدت عملية يعني تركت ضجة كبيرة، وهي حرق شاب جزائري اللي هو جمال بن سليمان رحمه الله، واللي هي القضية اللي يوم أمس يعني محكمة الجنايات نطقت بالحكم بالإعدام في حق 49 متهم من جملة 133 متهم آخرين. ولهنا حبيت نسألك حمزة، كيفاش تفاعل الرأي العام الجزائري مع أحكام الإعدام هذه؟ القضية هذه والجريمة اللي صارت في وقت حساس في مع اندلاع أزمة حرائق هنا في الجزائر كانت خلفت موجة غضب كبيرة، خاصة أنه حسب ما أذيع وقتها أنه منظمة إرهابية تنشط خارج الوطن تقف وراء هذه العملية. الأحكام التي نطقت بها محكمة الجنايات يعني أول أمس خلفت يعني عملت ضجة يعني هنا في الجزائر، ومن جهة لقت ارتياح يعني وسط الناس أنه الحق يعني كما نقولوا احنا رجع الجمال والاهل تاعو، وفي نفس الوقت انه الشعب طالب بتطبيقها فعليا، لانه جريمه الاعدام هنا في الجزائر لا تطبق يعني معناتها حكم بالاعدام هو في خانه المؤبد يعني. حتى البارح يوم امس وزير العدل الجزائري راشد طبي خلال سؤال شفهي ليه في البرلمان الجزائري قال لهم انه الهدف من عقوبه الاعدام هي الردع، وهي الردع يعني وهي النقاش الذي يجرى حاليا على المستوى الدولي بخصوص هذه العقوبه، وانه من ينطق في حقه هذا الحكم لا يستفيد من اي اجراء من اجراءات العفو مهما كان يعني لغاية أن يقضي الله أجله. هذه في علاقة بالأحكام، ونعرف أنه الجزائر أوقفت تطبيق حكم الإعدام تقريبا من عام 1993، وكما قلت أنت ما نعرفش حمزة اليوم الشارع الجزائري قاعد يدعو لتطبيق الحكم هذا فعليا. ما نعرفش لهنا حسب رأيك أنت وحسب ما تعرف الوضعية غاديكا في الجزائر، كيفاش باش يكون تفاعل السلطات مع المطالب الشعبية هذه؟ كما قلت لك زميلتي إيمان أنه الشعب الجزائري طالب في عديد المرات يعني وفي عدة جرائم سابقة كاغتصاب الأطفال وحرقهم بضرورة تطبيق يعني القصاص والإعدام الفعلي في حق هؤلاء المجرمين والقتلة. الدولة الجزائرية كما هو معلوم يعني أوقفت تطبيق هذه العقوبة منذ أكثر من 30 سنة، ويوم أمس يعني مع تزامنت مع محكمة الجنايات ونطقها بالحكم هذا في الإعدام تم توجيه سؤال من طرف النواب الشعب للوزير العدل بضرورة تطبيقها الفعلي لهذه الجريمة. السيد الوزير أجاب أنه يعني هذه النقطة بقيت محل خلاف حتى على المستوى الدولي، وأكد أن الجزائر تطبقها بطريقتها الخاصة، بمعنى أنه من ينطق في حقه هذه العقوبة لا يستفيد من أي إجراء عفو وله معاملة خاصة في السجون كزنزانة انفرادية إلى وهذه العقوبة تبقى سارية مفعول دائما ولا تمسها أي إجراء من إجراءات العفو مهما كانت سواء سابقا أو لاحقا. غير أحكام الإعدام فما متهمين آخرين حمزة في القضية هذه، الأحكام متاعهم تتراوح بين قديه وقديه سجن؟ كاين فما 17 متهم تمت اعلان النطق بالبراءه في حقهم، وكاين اكثر من 43 متهم تم النطق في حقهم ما بين 2 إلى 15 سنه حبس نافذ.
واضح. يعطيك الصحة الصحفي الجزائري حمزة الحناشي على كل التفاصيل اللي اعطيتها لنا اليوم في برنامج كافي كريم، وتحية من خلالك أنت لكل الشعب الجزائري وكل الزملاء الصحفيين في الجزائر.